شهرزاد الجاسم، إدارة المرأة بدير الزور. نحن فخورين بهذا المنتدى الرائع بالنسبة للنساء الشنغاليات، واكتشفنا بهذا المنتدى مدى معاناة المرأة الشنغالية وما قامت به مرتزقة داعش من تعذيب واغتصاب وسلب لحرية المرأة الشنغالية. واليوم احنا كنساء ديريات من دير الزور ومن الشمال الشرق السوري ننفي هذه المجزرة وهذا السلب لحقوق المرأة الشنغالية، لأنه مثل ما هي عانت من مرتزقة داعش نحن أيضا عانينا نفس المعاناة ونفس المأساة. فاليوم نحن فخورين بهذه النساء اللي قاومن وحاولوا الانتحار لمنع اغتصابهن من المرتزقة، واليوم نقول لهم وقفة حقيقية ونحن معكم قلبا وقالبا. نساء اليزيديات نحن كعربيات نبقى في البداية وفي النهاية نبقى امرأة، ندافع عن حقوقنا وعن حريتنا وعن حرية فكرنا. نقول لكم نساء شنغال نحن فخورين بهذا الإنجاز العظيم بتحريركم من مرتزقة داعش وتحرير المرأة فكريا، وبالفضل الأول والأكبر له لقوات حماية المرأة وقوات حماية المجتمع الديمقراطي. نحن نطلب محاكمة دولية، نطلب من جميع الدول محاكمة داعش محاكمة دولية، ولن نقبل بأي تنازل عن هذا المطلب. أوجه شكري لجميع وفخري واعتزازي لنساء شنغال اليزيديات المقاومات المحاربات المناضلات، ونقول لكم كلنا شعب واحد ويد واحد، لا فرق بين يزيدية وعربية ولا سريانية ولا شركسية، نحن يد واحدة وشعب واحد، وبإذن الله سننتصر على كل أعداء سوريا والنساء اليزيديات.